السعودية والجماعة اللي بيكرهوها السبب فيما وفقوا له من الخير. ما تتخيل انه المسألة دي جاء صدفة. الخير اللي في السعودية ده كنتوا شايفينه كلكم، ما تتخيل جاء صدفة. ده جاء بسبب التوحيد يا ناس. توحيد ده اللي بيجيب الخير. الدليل شنو؟ ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أتخيل معاي نحن الحاج عندنا السوداني بيمشي من بلد زراعي، بلد من شاقي ونيل من الأول للآخر وأنهار تانية وبلد خصبة وزراعية، فهمت؟ بيمشي من بلد زي ده يمشي السعودية يا دوب يضرب فواكه هناك. وداك بلد ربنا قال بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، زراعة ما فيها، نيل واحد ما في، فهمت؟ بعد ده بتلقى الخير وبتلقى البركة. دي من وين؟ انت قال جات من وين؟ جات لأنه يا اخواننا ما في قبة بتعبد هناك، قبر واحد بيعبد ما في. بالله شوف الخير ده. نحن هنا هسه واحد بيكلم فيني وانا جاي للحلقة العصر ده، قال لي المقابر الجنبنا دي فيها 8 جباب، قال بنوا قبة نمرة 9 بتاعت مرة. شوف لك بلاوي، مرة بنوا لا قبة جديدة هنا هسه والجماعة بيعبدوا فيها في المقابر بتاعت الميقومة. يا ناس يا ناس، ونحن ما بنتقدم إلا بتوحيد بعقيدة. ربنا قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ربنا قال فكفرت بأنعم الله، النتيجة شنو؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الناس حجوا في السعودية هذا العام وعليهم الأمان، أمان تام. إيران تتوعد وربنا بأمن. الأقوى إيران ولا ربنا أقوى منهم. تتوعد زي ما هي عايزة وربنا سبحانه وتعالى بيأمن لحجيج بيته المبارك. ربنا بأمنهم وتمشي مطمئن وتجي سالم وغانم. لكن الحرب دي كلها هي حرب ضد التوحيد. أنا دارك تفهم المعلومة دي عشان ما تتخيلون دي مسألة سياسية وسياسة إيران ضد سياسة السعودية. المسألة حرب ضد العقيدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا. والسلام عليكم ورحمة الله.